بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم باشمهندس احمد هاني. ان شاء الله النهارده المحاضره رقم 7 لينا في كورس الكلاسيك كنترول. النهارده هنتكلم عن شويه ابلكيشن وشويه تاسكات على كل الكلام اللي احنا اخدناه خلال ال6 محاضرات اللي فاتوا، بحيث ان احنا نبدا نشوف بقى الكلام ده عمليا بيتم تنفيذه ازاي. في البدايه كده سريعا، احنا كنا اتكلمنا في بدايه الكورس عن محتوى الكورس. اتكلمنا عن البيزك اوف الكتريسيتي، واتكلمنا عن السيركت بريكرز وانواعها وازاي بنعمل لها سيلكشن. اتكلمنا عن الاوفرلود وانواعه وازاي بنعمل له سيلكشن. اتكلمنا عن الكيبل سيلكشن والانواع بتاعه الكابلات وامتى اقول كابل وامتى اقول واير. اتكلمنا عن الكونتاكتور وفهمنا يعني ايه كونتاكتور. لسه ما اتكلمناش عن الريلي، وهنتكلم عنه ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه. اتكلمنا عن الجي في 2 والجي في 3، وعرفنا يعني ايه جي في 2 وجي في 3 وايه الفرق ما بينهم وما بين السيركت بريكرز. اتكلمنا عن دايره الستارت ستوب بتاعت الثري فيز اندكشن موتور، وقلنا ان دي هي اسهل دايره ممكن تقابلنا في الكلاسيك كنترول. وكذلك اتكلمنا عن الفورورد والريفرس اللي هي بتاعت عكس الحركه، ان احنا بنغير في اي فاستين من المصدر او من الانكومنج يعني بتاع اللوحه. وان شاء الله باذن الله النهارده هنتكلم عن الابلكيشن. طبعا احنا فاضل لنا في الكورس ان احنا نتكلم عن الريلي، فاضل لنا ان احنا نتكلم عن الستارتنج ميثود اوف 3 فيز اندكشن موتور، وفاضل لنا ان احنا بقى نتكلم عن الباور فاكتور كوركشن واليو بي اس والاوفر والاندر فولتج والفيز سيكونس ريلي وكل الكلام ده. الكلام ده هيظهر يعني كويس او بشكل كويس خلال الكام محاضره جايين باذن الله. هتبدا انك انت تفهم الحاجات اللي هي ناقصاك، ولكن انا بس النهارده حبيت ان احنا ناخد شويه ابلكيشن وشويه تاسكات كده، بحيث ان احنا نبدا نجمع كل الحاجات اللي احنا خدناها في الكورس في بروجكت كده، ونبدا نشوف احنا هنعمل ايه من خلال البروجكت ده كتطبيق عملي. في البدايه بس يا باشمهندسين، انا كنت حابب اوريكم كده حاجه. احنا كنا خلال المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الجي في 2 والجي في 3، وقلت لك ساعتها ان الجي في 2 التغذية بتاعته بتيجي من هنا، ادي مثلا L1 L2 L3، وادي T1 T2 T3. طيب هو هل يا باشمهندس التغذية بتاعت الجي في 2 ده ممكن تبقى من هنا ويبقى الاوتبوت بتاعه من هنا؟ جدا، يعني عادي جدا، مفيش اي مشكلة. هي بتبقى معتمدة على ايه؟ معتمدة على التوصيل بتاعك في الدايرة او السيكونس بتاع التوصيل بتاعك في الدايرة ماشي ازاي. تمام، عشان بس كان في حد سألني في الجزئية دي. طيب الجي في 2 ده عشان اشغله بضغط على ايه؟ بضغط على زرار الاون اللي هو الزرار ده، انما ده زرار الاوف ده طبعا لو انا عايز افصل الجي في 2. تمام. دي بس كانت معلومة سريعة كده حبيت ان انا اوضحها. يعني اي كومبوننت يا باشمهندسين من الاخر، اي كومبوننت عندنا في السيستم او في اللوحة انا ينفع اغذيها كانبوت من هنا وكاوتبوت من هنا، ولكن الفكرة كلها فين؟ او الفكرة كلها معتمدة على ايه؟ معتمدة على السيكونس بتاعي في التوصيل. الكلام ده هيبان معاك امتى؟ الكلام ده هيبان معاك لو انت مثلا بدأت ان انت تمسك لوحة وتبدأ ان انت مثلا تجمع الكومبوننت على اللوحة، وتبدأ انك انت تعمل الوايرنج بتاعها والكلام ده. الكلام ده ادفانسد شوية، هيجي معانا مع الوقت خلال المحاضرات اللي جاية، ما تستعجلش عليه. انا دي معلومة حبيت اوضحها لك بحيث ان انت بس ما يبقاش عندك خلل في الجزئية دي. خليك معايا واحدة واحدة وبإذن الله هتوصل للي انت عايزه. طيب تعالى بقى نتكلم عن الابليكيشنز التطبيقات العملية اللي احنا هنتكلم عنها في الكورس بتاعنا. اول تطبيق عملي معانا وهو ان احنا عندنا 4 مواتير. تمام، عندنا 4 مواتير عايزين نشغل اول 2. انا عندي 4 مواتير، عايز اشغل 2 منهم لمدة 10 ثواني. تمام، وبعد ما ال10 ثواني دول يخلصوا يبدأ الاتنين موتورز اللي كانوا شغالين يفصلوا، وبعدين يشتغل الاتنين التانيين اللي هما الاتنين موتورز التانيين، وبعد ال10 ثواني يفصلوا، وبعدين السيستم يرجع يشتغل تاني. يعني ايه؟ يعني انا عندي 2 موتور. تعالى بقى نوضح لك الموضوع كده. انا عندي 2 موتور. تمام، الاتنين موتور دول انا عايزهم يشتغلوا لمدة قد ايه يا باشمهندس؟ لمدة 10 ثانية. تمام، وبعد ال10 ثانية دول هيفصلوا. تمام، طيب بعد ما يفصلوا ايه اللي هيحصل؟ الاتنين موتور التانيين اللي موجودين معايا في السيستم تمام هيشتغلوا لمدة قد ايه؟ لمدة 10 ثانية، وبعد ال10 ثانية هيفصلوا، وبعدين السيستم يرجع يشتغل تاني. يعني دي ترجع تشتغل تاني لمدة 10 ثواني وبعدين يفصلوا، وهكذا. نقعد بقى نعمل ريبيت للسيستم بالشكل ده.
الابلكيشن ده ابلكيشن مهم جدا جدا جدا، ليه تطبيقات كتيره جدا جدا في الشغل، هتلاقي نفسك محتاجه. طيب هتقول لي يا باشمهندس ايه الهدف من اني انا اشغل مثلا 2 موتور في البدايه لمده 10 ثواني وبعدين اخليهم يفصلوا وبعدين اخلي 2 كمان هم اللي يشتغلوا وهكذا؟ هقول لك والله بكل بساطه ان احنا عندنا الاندكشن موتور او المواتير عموما بيبقى ليها ستارتنج كارنت كبير. الستارتنج كارنت اللي انت بتقعد تدرسه في الجامعه ويقول لك هاو تو اوفركم ستارتنج كارنت ومش عارف ايه والكلام ده. الستارتنج كارنت بكل بساطه هو ان الموتور في حاله الستارتنج او الاندكشن موتورز في حاله الستارتنج بتسحب تيار اكبر من التيار الريتد بتاعها، فساعتها ممكن السيركت بريكرز بتاعي يفصل يعمل تريب وتلاقي اللوحه بتاعتك مش شغاله، او ان مثلا الستارتنج كارنت ده يبقى كبير جدا لدرجه ان هو مثلا يبوظ عندك اي كومبوننت من الكومبوننت بتاعت اللوحه، او يبوظ عندك مثلا يعمل لك اي مشكله، يعني يعمل لك مشكله كبيره، او بيعمل لك مشكله في الهارمونكس، اي حاجه. الستارتنج كارنت ده مشاكله كتيره، فاحنا بنبقى عايزين ايه؟ نتغلب على مشكله الستارتنج كارنت. فقال لك والله ان احنا عايزين نشغل 2 موتور لمده 10 ثواني وبعدين يفصلوا، وبعدين نشغل 2 موتور تانيين لمده 10 ثواني وبعدين يفصلوا. طيب عايز اربط لك الابلكيشن اللي احنا بنتكلم عنه ده عمليا بشكل اكبر. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا بص يا باشمهندس، انت عندك في البيت 4 مراوح، ولكن ال4 مراوح دول انت حاططهم في اوضه، الاوضه دي موجود فيها حاجه معينه انت عايز تعمل لها تهويه، تمام؟ انت عايز تعمل لها تهويه، فانت مش عايز ال4 مراوح يشتغلوا في at the same time، يعني في نفس ذات الوقت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم لو اشتغلوا هم الاربعه في نفس الوقت اللايف تايم بتاعتهم هتقل، العمر الافتراضي بتاعهم هيقل. كذلك ان الكهرباء اللي هم بيسحبوها هتبقى اكبر. فدي كلها من يعني ايه؟ ان انت كده عايز مثلا توفر في الفاتوره بتاعت العداد، وكمان عايز انك انت تحقق التهويه بتاعتك بشكل كويس، بحيث ان انت شايف ان مروحتين 2 لو اشتغلوا لوحدهم هيعملوا لك الوظيفه دي. فانت بتبدا انك انت تعمل ايه؟ تعمل لوحه زي كده، وتبدا انك انت تبدا تشوف السيكونس بتاع دايره الكنترول بتاعها ودايره الباور بتاعتها. دي الفكره بتاعه الابلكيشن بتاعنا النهارده. الابلكيشن بتاعنا ابلكيشن مهم، ابلكيشن هيفتح لك لحاجات جايه. انت كل ابلكيشن هتاخده معايا هنا هو هيفتح لك للي جاي. ما تستعجلش، يعني ما تستعجلش ان انت تبقى جامد قوي، لا انت بس امشيها واحده واحده وابدا فكر ازاي نعمل التاسك دي. انت لو فكرت ووصلت الحل انك انت ازاي تعمل التاسك دي، يبقى انت كده راجل خلاص. انا بالنسبه لي انت لحد هنا وفهمت حاجات كتيره. طيب هتقولي يا باشمهندس هو انا ايه الكومبوننت اللي احنا اخدناها في الكورس تخليني اتحكم في الموتور في انه يشتغل 10 ثواني وبعدين يفصل 10 ثواني وهكذا؟ هل احنا خدنا كومبوننت بتعمل الكلام ده؟ اكيد لا. احنا لحد النهارده ما جبتلكش سيره التايمر خالص، ولا قلت لك التايمر ده بيعمل ايه، ولا يعني ايه تايمر، ولا اي حاجه من الكلام ده كله. فاحنا في الكورس بتاعنا احنا ما اتكلمناش عن موضوع التايمر. طيب احنا بقى عايزين نتكلم عن موضوع التايمر ده. بكل بساطه يا باشمهندسين، التايمر ده هو بيبقى عباره عن جهاز. كل الفكره بتاعته ان الجهاز ده بيبقى موجود جواه كويل، الكويل بتاعه مسافه ما بتجيله كهرباء بيبدا ان هو يشتغل لمده زمنيه معينه، انت بتبقى ظابط التايمر عليها. وبعد المده الزمنيه المعينه هو بيبدا يغير حالته. يعني هو اول لما التغذيه بتجيله، ده النوع اللي هو اسمه اون ديلي تايمر، وده اللي احنا هنستخدمه في الابلكيشن بتاعنا. انا المحاضره الجايه هتكلم عن التايمرز بانواعها، ولكن انا بس بتكلم مبدئيا، انا بديك حته صغيره من على طرف المعلقه، بدوقك كده، بوريك شوف الموضوع ده بيعمل معانا ايه. وبعد كده المحاضره الجايه هتبدا انك انت تفهم يعني ايه تايمرز بانواعها، اللي هو الاون ديلي تايمر والاوف ديلي تايمر وكل الكلام ده. طيب وبرضه هناخد اللي هو التايمر ال 24 ساعه، وهنبدا نفهم هو بيعمل ايه في اللوحات وبنستخدمه ليه والقصه الكبيره دي كلها. فما تستعجلش، خليك بس ماشي معايا واحده واحده. طيب تعالى بقى نبدا ان احنا نفكر ازاي نحل الابلكيشن بتاعنا. ده الابلكيشن اللي انا هعمله معاكم في المحاضره النهارده، انما ده الابلكيشن اللي مطلوب من حضرتك انك انت تعمله المحاضره الجايه وتسلمه لي وتبعته لي على الواتساب برايفت على الرقم بتاعي اللي انا سايبه في السلايد الاولانيه خالص، اللي هي السلايد دي. الرقم ده هتبعت لي على الواتساب حل التاسك
من على برنامج الاكتس اللي احنا بنشتغل عليه، اللي هو البرنامج اللي هو ده، ثواني هوريه لكم، اللي هو البرنامج اللي هو ده يا باشمهندسين، اللي هو الاي كي تي اس ده، هو ده البرنامج اللي انت هتعمل عليه التاسك وهتوريني التاسك. زي ما انا هعمل التاسك قدامك انا عايزك انت كمان تعملها. التاسك اللي انت هتعملها يا باشمهندس بكل بساطه هي عباره عن 4 مواتير، عايزين نشغل اول 2 لمده 10 ثواني وبعدين يفصلوا، وبعدين هنشغل الاثنين التانيين لمده 10 ثواني وبعدين يفصلوا، وبعدين السيستم يقف يعني ما يرجعش يشتغل تاني. ولكن التاسك اللي احنا هنعملها هي ان السيستم بتاعي هيرجع يشتغل تاني. فدي فكره والتانيه فكره. فانا سبت لك واحده وانا هعمل معاك ايه تاسكايه منهم. طيب اول حاجه بنعملها زي ما قلنا يا باشمهندسين وزي ما اتفقنا ان احنا بنبدا نعمل دايره الباور. دايره الباور انا لو جيت بصيت على ازاي نرسم دايره الباور بشكل احترافي، بص يا باشمهندس معايا بكل بساطه. اول حاجه انا هاجي جاي واخد خط كده كبير كده، ده هيبقى ال1 اللي هو جاي لي الكهرباء، وده هيبقى اللي هو ال2 ال2، وده اللي هو هيبقى ال3. تمام، واللي جاي ده كمان هو الايه، هو النيوترال. انا يعني سامحوني على سوء المنظر بس ما عنديش احسن من كده الصراحه على الابليكيشن، على البرنامج اللي انا شغال عليه ده. المهم اول حاجه هيبقى عندي هنا ايه، هيبقى عندي اللي هو الموتور الاول، تمام، اللي هو M1 بنفس الطريقه اللي احنا اتكلمنا فيها المره اللي يعني زي ما احنا رسمنا المرات اللي فاتت احنا هنرسم المره دي، يعني ما تفكرش ان هي ايه حاجه جديده يعني. ادي الموتور الثاني، ادي يا باشا الموتور الثالث، ادي يا معلم الموتور الرابع. تمام. هنبدا ان احنا بقى نيجي من هنا هنعمل ايه، هنعمل هنا السيركت بريكر، بعد كده الكونتاكتور، وبعد كده اللي هو الايه الاوفرلود وهكذا. طيب انا البرنامج ده الصراحه مش حاسه حلو في الرسم، تعالى نرسم من على البرنامج اللي هو EKTS او اكتس، يعني انا بقول عليه اكتس يعني على حسب بقى انت بتنطقه ازاي يعني. المهم تعالى نبدا ان احنا نرسم الدايره بتاعه الباور بتاعه الابلكيشن بتاعنا. اول حاجه هجيب ال3 فيز سبلاي، تمام، ادي ال3 فيز سبلاي بتوعي، تمام. انا بس انا الفكره كلها ان انا كنت عايز ارسمها هنا. ليه انا كنت عايز ارسمها هنا؟ عشان كنت عايز اوريك ان احنا اي دايره باور البرنامج هنا بيجيب لك بعد 3 فيز على طول الكونتاكتور، يعني ما بيجيبلكش السيركت بريكر وبعد الكونتاكتور الاوفرلود وهكذا، فاهمني؟ فانا كنت عايز ارسمها لك هنا عشان خاطر الحته دي. طيب احنا ممكن نحاول ان احنا برضو نسهل الموضوع شويه، او ان احنا نبدا ان احنا نظبط الموضوع شويه. هنظبطه ازاي؟ هقول لك، بص معايا، انا همسح ده كده، تمام، همسح اللي احنا عملناه ده كده واحده واحده بقى. بص معايا كده، ادي يا معلم اللي هو الايه، هو ماله الخط ده عامل كده ليه؟ على البرامج دي المعفنه دي اهو. تعالى بص معايا، ادي يا باشا، ادي ده اللي هو ايه ال1. يلا بقى احنا هنرسم بقى بشكل ايه جامد يعني. ادي يا باشا هنا ال، وادي كمان ال، دي هسميها 1، دي هسميها 2، ودي هتبقى 3. طيب وطبيعي طبعا ان انا بيبقى جاي عندي كمان فردة اللي هي فردة ايه، فردة النيوترال. فادي يا باشا فردة مين، النيوترال. طيب تعالى بقى احنا هنبدأ ان احنا نيجي من هنا عشان نرسم الايه دايرة الباور بتاعة الكنترول بتاعة الموتور الاولاني. فبنفس السيكونس ده انا باخد الايه ال3 فيز. ال3 فيز بتوعي بيخشوا فين؟ هيخش يا باشا عندك هنا على الانكمنج بتاع الايه بتاع الموتور الاولاني اللي هو هيبقى السيركت ايه بريكر. طيب هتقول لي يا باشمهندس السيركت بريكر بتاعي ده هيبقى من نوع ايه؟ هقول لك والله الحته دي ادفانسد شويه، وهبدا اقول لك، وهبدا بقى بعد كده في الابلكيشنز اللي جايه نبدا نعمل سيلكشن للموضوع بشكل احترافي. بمعنى ايه؟ بمعنى زي ما انت هتعمل سيلكشن في الشغل بالظبط، زي ما انت هتعمل ديزاين في الشغل بالظبط، زي ما هتعمل تسعير في الشغل بالظبط. ما تستعجلش عليها، خليك بس معايا واحده واحده وانا هفهمك الموضوع بيتم ازاي. بعد السيركت بريكر بيبقى عندي طبعا الايه الكونتاكتور بالشكل اللي احنا عارفينه. طبعا احنا فهمنا يعني ايه كونتاكتور
وعرفنا احنا بنرسمه ازاي القصه دي كلها، فدي حاجه بسيطه يعني. بعد كده الاوفرلود اهو، ادي ده الاوفرلود بالشكل ده كده. وبعد كده بعد الاوفرلود انت بيبقى عندك من هنا مين؟ الموتور. تمام، ادي يا باشا الايه؟ الموتور. بنفس الطريقه دي، بنفس الطريقه دي يبقى ده الكونتاكتور اللي هو الاول، وده اللي هو الاوفر لود الاولاني برضو بتاع الايه؟ الموتور الاولاني، وده الموتور الاولاني. بنفس الطريقه دي، بنفس الطريقه دي هعمل الموتور الثاني وهعمل الموتور الثالث وهعمل الموتور الرابع، وانا كده خلصت دايره الباور، فما فيهاش اي صعوبه. انا كده وضحتها لك اهي هنا عشان برضو ايه؟ تبقى انت معايا في الصوره. طيب تعالى بقى نرسم اللي هو اول موتور. تعالى يا باشا، اول حاجه انا جبت الثري فيس سبلاي، هخش على كومبوننت هجيب منها ايه؟ نورمالي اوبن تريبل كونتاكت، اللي هي بتاعه مين؟ نورمالي اوبن تريبل كونتاكت اللي هي بتاعه الكونتاكتور. هروح اجيبها اهو. طبعا هخلي الحاجات دي كلها جنب بعض كده عشان ايه؟ الدايره هتبقى كبيره شويه معانا، فهعمل روتيت 90 درجه وابدا ان انا اوصلهم بايه؟ ببعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. وصلتهم، اعدل شكلهم كده شويه. تمام. طيب بعد كده عايز اجيب بقى اللي هو الايه؟ اللي هو الثري فيز اندكشن موتور. دبل كليك، جبت الثري فيز اندكشن موتور، جبته اهوك. نعمل بقى الوايرنج بتاعه. ادي يا باشا اهو، ادي يا باشا اهو، وادي اهي. طيب هنسمي الموتور ده اللي هو هيبقى ام رقم 1، ده اللي هو هيبقى ام 1 اهو، هيبقى ام، يا عم اصبر بقى، ام 1 ده كده ام 1. وده اللي هو الكونتاكتور رقم 1، بس هو لسه مش هيجيله تسميه غير لما احنا نعمل دايره الايه؟ دايره الكنترول. طيب هروح اجيب برضو 3 فيس سبلاي كمان مره، يبقى دي كمان واحده، الثانيه، الثالثه، عشان انا عايز ايه؟ 3 كمان. يلا ادي واحده، ادي الثانيه، ادي الثالثه. انجز حالي كده واحده واحده بحيث ان انا ايه؟ اخلص مره واحده. ادي عندي هروح اجيب نورمالي اوبن تريبل كونتاكت، ادي واحده، 2، 3، اجيبهم كده مره واحده واخلص منهم. اعمل روتيت 90 درجه. تمام اهي، روتيت 90 درجه. هات كمان واحده نورمالي اوبن تريبل كونتاكت اهي، اعمل لها روتيت 90 درجه. تمام، حلو الكلام، حلو الكلام. يلا وصل يا باشا التوصيل بتاعك. بوصل عادي خالص، انا باجي على النقطه دي اول لما تظهر معايا كده، باجي ساحبها بالماوس ورايح للنقطه اللي هي الايه؟ اللي فوق، وابقى انا كده وصلت. تمام، الموضوع بسيط يعني، مش ما فيهوش اي حاجه يعني كرييتيف، يعني حاجه بسيطه جدا اهو. ادي التوصيله دي، وادي التوصيله دي، وادي التوصيله دي. انا بس حبيت ان انا اخلي التاسك تبقى التاسك اللي انا طالبها منكم ان هي تتعمل على البرنامج ده، علشان انت تبدا تمشي ايدك على البرنامج ده، لان بعد كده ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه هنبدا ان احنا نستخدم برنامج تاني خالص احسن من البرنامج ده بكتير، وادفانسد عن البرنامج ده بشكل كبير يعني. فانا ايه قلت بس يعني بما انكم ما استخدمتوش البرنامج ده خالص اصلا قبل كده معانا في التاسكات، فيبقى التاسك على البرنامج ده، بحيث ان انت برضو تبقى ايه؟ عرفت البرنامج ده بيشتغل ازاي، وايدك اخدت عليه ومشيت فيه كده واحده واحده بكل بساطه. برنامج بسيط وسهل، ما فيهوش اي حاجه يعني صعبه. انت بس مسافه ما تفتح الويندو بتاعه البرنامج، وقلنا طريقه تثبيته اصلا من على جوجل، يعني هو اصلا ابلكيشن فري، برنامج فري يعني، مش اللي هو مثلا بفلوس او محتاج كراك او الكلام ده كله، لا، ابلكيشن متاح للكل اصلا، وابلكيشن بسيط جدا يعني. معلش بس موضوع الوايرنج ده، موضوع التوصيل ده هياخد وقت يعني معاك وانت شغال، بس واحده واحده تحس ان الموضوع بقى بسيط جدا يعني. طيب احنا كده ايه؟ عملنا دي. طيب تعالى بقى يا معلم اسمي المواتير بتاعتي. هجيب البتاعه دي لتحت كده، وهاجي جايب دي برضو لتحت كده، وهاجي جايب دي برضو لتحت كده. هاجي مسمي ده اللي هو M4 اهو، ده M3 تمام، وده M2 يعني. طيب انا
كده رسمت دايره الباور للاربع مواتير. الفكره كلها بس ان انت في الواقع او في الواقعيا ان انا بيبقى عندي هنا ايه سيركت بريكر، ويبقى عندي هنا ايه اوفرلود، وهنا سيركت بريكر وهنا اوفرلود، وهنا سيركت بريكر وهنا اوفرلود، وهنا سيركت بريكر وهنا اوفرلود. ده اللي بيحصل في الشغل العملي. ولكن الفكره كلها يا باشمهندسين احنا ليه هنا عملناها بالشكل ده؟ عملناها بالشكل ده لان البرنامج ما بيخدمش او ما بيسمحش بان احنا نعمل اي حاجه ان احنا نحط هنا سيركت بريكر او اي حاجه تانية. طيب تعالى بقى نروح نجيب اللاين والنيوترال بتوعنا. ادي لاين وادي نيوترال. ادي كده جبنا اللاين والنيوترال. ادي يا معلم النيوترال تحت اهو، هعمل له روتيت 270 درجه مره واحده على طول. ادي يا باشا ده اهو روتيت 270 درجه على طول. تمام. يلا يا معلم نشوف بقى هنجيب ايه كمان. طبعا انا عندي كام كونتاكتور؟ عندي 4 كونتاكتور، كل واحد فيهم كونتاكتور، فهروح اجيب 4 كونتاكتور. ادي الكونتاكتور اهو، ادي 1 2 3 4. تمام. جبت الكونتاكتور الاولاني هعمل له روتيت 90 درجه. هسمي الكونتاكتور ده اللي هو هيبقى كونتاكتور كي 1، واروح على الموتور الاولاني اسمي الكونتاكتور بتاعه، اسمي الكونتاكتور ده ايه كي 1. تمام كده. تمام. طيب هخلي كلمة كي الرمز بتاعه يبقى جنبه كده عشان واحنا بنعمل وايرنج الوايرنج ما يجيش على الكونتاكتور. وكذلك برضو تعالى هنا وخلي الكي دي جنبها كده. طيب بعد ما جبنا الكونتاكتور انا في البداية عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل زرار اتحكم فيه في الاربع مواتير ان انا اقدر اعمل يعني افصل منه الاربع مواتير مرة واحدة. فهروح اجيب اللي هو الستوب بوتون ده، زرار الفصل، واجي عامله كده وروتيت 90 درجة واجي موصله باللاين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب وبعد كده هنعمل ايه يا باشمهندس؟ هاجي رايح ضاغط كده ومسميه ان هو ده ستوب كل السيستم بتاعي للاربعه موتور مع بعض. طيب عايزين بقى نعمل التشغيل هروح اجيب ايه ستارت بوتون. ادي الستارت بوتون، ادي جبت الستارت بوتون اهو، هعمل له روتيت 90 درجه برضو. تمام. هوصله مع الستوب اهو، وصلته مع الستوب. تمام. اجي رايح يا باشا ضاغط كده اسمي ده ستارت بالظبط. هروح اجيب الكلمه اخليها ايه جنبها بحيث ان هي تبقى ايه مظبوطه يعني. طيب احنا عشان كنا نشغل مثلا الموتور الاولاني كنا بنروح ناخد ايه؟ كنا بنروح ناخد لاتش من الكونتاكتور اللي هو رقم 1 عشان خاطر يفضل قافل السكه دي، فهنروح نجيب الايه اللاتش بتاعنا. طيب السؤال، ما انا عندي كمان كونتاكتور، لسه انا عندي كمان كونتاكتور اللي هو بتاع الموتور التاني، فاروح اجيبه واعمل له ايه روتيت 90 درجه واجي مسميه ان هو ده هيبقى كي 2 بالشكل ده. واجي رايح على الموتور رقم 2 من هنا ضاغط عليه دبل كليك كده اهو، رايح مخلي ده كونتاكتور 2 بالظبط كده. جميل. واجي رايح جايب دي مخليها جنبها. حلو. واجي رايح ده جايب ده جنبه. جميل. طيب بعد ما عملنا الكلام ده بقى هنعمل ايه؟ جاي يا باشا موصل اللي اقول لك اصبر عليها ما توصلهاش. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي تاني؟ انا كده بقى معايا الكونتاكتور اللي هو الاولاني والكونتاكتور التاني اللي هم هيشغلوا لي الايه اول 2 موتور. انا عايزهم يشتغلوا لمده كام؟ لمده 10 ثواني وبعدين يفصلوا. فاروح بقى اجيب اللي هو الايه الاون ديلي تايمر اللي احنا اتكلمنا عنه. انا كده جبت الاون ديلي تايمر، هعمل له روتيت 90 درجه بالشكل ده كده. اجي رايح مسمي ده ان هو التايمر الاولاني 2 موتور مع بعض، ودي من تحت من هنا اتحكم في المده الزمنيه بتاعته اللي هو هيشتغل لمده 10 ثواني اهو. جبت اهو. تمام. طيب بعد ما جبت التايمر اللي هيشغل لي الاثنين موتور هعمل بقى التوصيله ازاي؟ هاجي جاي يا باشا من التايمر كده موصله بالنيوترال. تمام. بعد ما وصلته بالنيوترال هاجي رايح جايب نقطة من كونتاكتور رقم 2 موصلها كده. تمام. واجي رايح جايب نقطة من كونتاكتور رقم 1 موصلها ايه هنا. طيب بعد ما وصلت الاتنين كونتاكتور كده بالشكل ده هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ ان انا عايزك انت تفضل عايزك انت لما اضغط ستارت انت تشغل لي السيستم. عايزك لما اضغط ستارت تشغل لي السيستم. طيب هتشغل لي السيستم ازاي؟ هعمل ازاي؟ هروح اخد نقطه هنا لاتش زي ما كنا بنعمل في دايره الستارت ستوب بالظبط. هروح اخد من هنا نقطه لاتش احطها فين؟ احطها في اتجاه مفتاح الستارت. طيب تعالى نروح نجيب نقطه لاتش اللي هتبقى نورمالي اوبن كونتاكت. ادي نورمالي اوبن كونتاكت. تمام. بعد ما جبت النقطه نورمالي اوبن كونتاكت انا بفكر معاكم، خلي بالكم يعني انا هنا انا بفكر معاكم. انا جبت النقطه النورمالي اوبن كونتاكت اهي.
هربطها بايه؟ هربطها معايا هنا، يعني هوصلها باراليل مع زرار البوش بوتون بتاع الستارت. طيب حلو. وبعد كده طيب هي النقطه دي جايه منين بقى؟ اللاتش دي جايه منين؟ هضغط كده الكونتاكتور الاولاني، من الكونتاكتور الاولاني اللي هو مسؤول عن تشغيل الموتور الاولاني. طيب جبنا دي، وبعد ما جبناها هنروح نجيب ايه كمان؟ هنروح ان احنا نجيب اللي هو، طيب شيل بس التوصيله دلوقتي. طيب عايزين بقى نجيب كمان نقطه نورمالي اوبن من التايمر، بحيث ان هو بعد ما التايمر ده يخلص العد بتاعه 10 ثواني، 10 ثواني ارجع شغل السيستم. بس انهي تايمر؟ هيبقى التايمر اللي هو رقم 2. بص بقى هنعمل قصه حلوه دلوقتي. انا دلوقتي عندي 2 كونتاكتور، الكونتاكتور الاولاني هيشغل لي الموتور الاولاني، والكونتاكتور الثاني هيشغل لي الموتور رقم 2، والتايمر هو هيشغل لي الكونتاكتور الاول والكونتاكتور الثاني لمده 10 ثواني، وبعدين هيفصل لي الدايره. طب عشان يفصل لي الدايره يبقى انا لازم اروح اجيب نقطه لاتش من التايمر، النقطه اللاتش واحطها في سكه التشغيل، احطها هنا عشان تفصل لي الكهرباء بعد 10 ثواني. اجيب نقطه ايه؟ نورمالي اوبن ولا نورمالي كلوز؟ لو جبتها نورمالي اوبن الكهرباء هتيجي تمشي، هتبقى اصلا مفتوحه، فهتبقى مفتوحه لمده 10 ثواني، وبعد ما ال10 ثواني يخلصوا هيلتش فيشتغل. لا انا مش عايز كده، ده انا عايزه يشغله لي لمده 10 ثواني وبعدين يرجع يفصل لي السيستم، يرجع يفصل لي الاثنين موتور. يبقى هنجيب نقطه ايه؟ نورمالي كلوز. ليه؟ عشان الكهرباء تيجي، هي كده كده اصلا نورمالي كلوز، فالكهرباء هتفضل شغاله، فهتبدا ان هي تعد 10 ثواني والتايمر بيعد، وبعد ما يخلص عد هتبدا ان هي تغير وضعها فتبقى نورمالي اوبن فتفصل لي. يبقى كده اروح اجيب نقطه نورمالي كلوز كونتاكت. تمام؟ فهمتوا ليه انا هجيب نقطه نورمالي كلوز كونتاكت؟ اجي رايح جايبها وحاططها في السكه دي كده، واعمل لها روتيت 90 درجه، واخدها من انهي تايمر؟ من التايمر رقم 1، من التايمر رقم 1 اللي هو التايمر بتاعي اهو اهو. طيب اخدتها من التايمر، اخدتها من التايمر، تعالى يا باشا اهو، خدتها من التايمر واهو وصلناها، ولا اقول لك ايه؟ بص يا معلم، ماشي وصلها مفيش مشكله. هنوصلها بمين؟ بالكونتاكتور رقم 1. وكده كده انا هاخد من دي كده اجي داخل بيها هنا كده، فايه يبقى انا كده عملت اللي هو الايه، التوصيله ان هي دي داخله عليهم كلهم، على السيستم، على الجزئيه اللي تحت دي كلها. تمام كده؟ تمام. طيب كده احنا ايه، خلصنا الجزئيه دي. طيب الكونتاكتور ده هوصله كده وهوصله كده. طيب في حاجه كمان، ما هو دلوقتي انا عايزه يرجع يشتغل تاني، فانا كده هخليه يشتغل لمده 10 ثواني وبعدين يفصل. بس عشان يرجع يشتغل تاني، هو عشان يرجع يشتغل تاني هيرجع يشتغل تاني بعد ايه؟ بعد ما الموتور رقم 3 والموتور رقم 4 يكونوا اشتغلوا لمده 10 ثواني وفصلوا. يبقى انا المفروض ان انا هجيب هنا نقطه لاتش بس من التايمر اللي هو بتاعهم، هو اللي هو بتاع رقم 3 وبتاع رقم 4، هجيب نقطه لاتش، هتبقى النقطه دي هتبقى ايه؟ هتبقى نورمالي اوبن كونتاكت، هتبقى نورمالي اوبن كونتاكت بالظبط كده. اروح اجيب نقطه نورمالي اوبن كونتاكت بالظبط هنا، ودي هاخدها من التايمر اللي هو رقم 2. طب هو فين التايمر رقم 2؟ انا لسه ما جبتوش. طيب تعالى بقى لما ايه نعمل التوصيله بتاعتها. ادي الايه، الكونتاكتور اللي هو بتاع رقم 3، وادي الكونتاكتور بتاع رقم 4. هعمل لده كده روتيت سريعا، روتيت 90 درجه، وده يا باشا روتيت 90 درجه. طيب ده الكونتاكتور اللي هو رقم كام؟ الكونتاكتور كي 3. تمام. وده الكونتاكتور اللي هو هيبقى كونتاكتور كي 4. تمام. طيب ادي الكونتاكتور رقم 3 اللي هو كي 3 اهو. هجيب التسميه بتاعته على جنب زي ما قلنا عشان حته الايه، الوايرنج، يبقى الدنيا واضحه يعني. طيب بعد كده، طب ما انا عايز بقى هنا برضو لاين ونيوترال، هروح اجيب نفس ال اللي هي ال1 ونيوترال. ليه؟ لان لو جيت اوصل هنا مش هعرف اوصل يعني، فانا هروح اجيب لاين ونيوترال تاني. ما دي مشكله بقى من مشاكل البرنامج ده، ان انت تبقى الدنيا مش عارف توصلها كلها، توصل الدايره كلها بشكل كويس يعني. ولكن يعني في برنامج اسمه اوتوميشن ستوديو هنبدا ان احنا نستخدمه من المحاضره الجايه ان شاء الله، هيبقى برنامج احسن بكتير من البرنامج ده. وطبعا هروح برضه اجيب اللي هو الايه، هجيب اللي هو مش هجيب بقى ستوب بوتون ولا ستارت بوتون، انا هبدا ان انا اجيب بقى النقط بتاعه التشغيل. انا معايا كده كونتاكتور 3 اللي هيشغل لي موتور رقم 3، فاهو اروح من هنا اضغط كده واخليه ده كونتاكتور 3. وادي يا باشا كونتاكتور رقم 4 اهو اللي هيشغل لي موتور رقم 4، ادي كونتاكتور رقم 4. طيب انا كده ناقصني ايه؟ ناقصني ان انا اجيب التايمر بتاعهم، يبقى يلا نروح نجيب اللي هو الايه، الاون ديلي تايمر بتاعهم. فين اون ديلي تايمر؟ دبل كليك عليه، جبناه. تمام. هعمل له روتيت
تمام 90 درجة. هغير الاسم بتاعه، بدل ما هو نقط كده هخليه اللي هو تايمر رقم 2 اهو T2، وهتحكم في المدة الزمنية بتاعته اللي هي تبقى 10 ثواني اهو. تمام. طيب نجيب بس دي كده ونجيب دي كده. تمام. طيب بعد ما جبنا دي كده ودي كده هنعمل ايه كمان؟ هنعمل ان احنا عايزين بقى، انا عايزك هتشغل لي السيستم، انا عايزك هتشغل لي السيستم ده لمدة كام؟ لمدة 10 ثواني، وبعد ال 10 ثواني افصلهولي، بعد ال 10 ثواني افصلهولي. يبقى هنروح نجيب نقطة نورمالي زي ما قلنا هنا بالظبط، نروح نجيب نقطة نورمالي كلوزد كونتاكت اهي، ادي النقطة النورمالي كلوزد كونتاكت، هحطها في سكة دول، هعمل لها روتيت 90 درجة، والنقطة دي هتبقى من تايمر رقم 2، هتبقى من تايمر رقم 2 بالظبط كده. تمام. تمام. بعد ما جبنا النقطة دي هاجي يا معلم موصل النقطة دي بالايه؟ بالكونتاكتور اللي هو رقم 4 رقم 3 قصدي، وصلتها بيه. تمام. وبعدين ايه اللي هيحصل؟ وبعدين ايه اللي هيحصل يا معلم؟ كل اللي انا هعمله ان انا هاجي موصل كونتاكتور رقم 3 الطرف التاني ده بالنيوترال، او مش هوصله بالنيوترال، هوصل دي هي بالنيوترال. عشان هي انا ليه دايما بوصل البعيد؟ عشان هوريك دلوقتي. لو انا وصلت دي كده هتلاقي نفسك وانت جاي توصل الموضوع متلعبك كده، مش هتلاقيه شكله منظم. يعني مثلا زي الشكل اللي انت شايفه قدامك ده هتلاقي شكل مختلف، انما لما تعمل البعيده الاول هي اللي تتوصل بالنيوترال وبعدين القريبه وهكذا، بيبقى الوضع ايه؟ احسن بكتير يعني. بس هي كلها يعني، بس هي الفكرة ان انا بحاول احافظ على الشكل الجمالي بتاع الرسمة، انما اي توصيلة بتمشي عادي، ما فيش اي مشكلة. طيب ادي يا باشا الكونتاكتور وصلناه، اجي جايب التايمر موصل ده كده، ما انا عايز دي يبقى في سكة دول كلهم زي ما عملناها هنا بالظبط اهي. جاي يا معلم من النقطة دي كده، وصل ده كده، طالع بيها شوية لفوق، جاي وصل دي كده، خلاص كده وصلنا دول. طيب فاضل ايه؟ فاضل ان انا عايزك انك انت تستنى، انا عايزك بقى عشان انت تشتغل اصلا تستنى ان تايمر واحد يعد لمده 10 ثواني. فعشان تستنى هروح اجيب بقى نقطه نورمالي اوبن كونتاكت من اللي هو تايمر رقم 1، هعمل لها روتيت 90 درجه بالظبط كده. عايزك تستناهولي اللي هو تايمر رقم 1 ده لحد ما هو يخلص ال10 ثواني بتوعه، وبعد كده انت غير لي حالتك وخليك نورمالي كلوز. تمام. وعايزك بقى ايه؟ وعايز اخد كمان نقطه لاتش من كونتاكتور رقم 3. ليه؟ علشان خاطر لاتش ان انت تفضل ملتش لي. خلاص انت لما انت تشتغل السكه، ما هو اصل ده لما هيخلص ال10 ثواني هيبدا ان هو يغير حالته، فيبقى نورمالي كلوزد، والكونتاكتور رقم 3 برضو يبقى نورمالي كلوزد. طيب تعالى نروح نجيب نقطه نورمالي اوبن اهي، نقطه نورمالي اوبن كونتاكت من الكونتاكتور اللي هو رقم 3 اهو، واعمل لها روتيت 90 درجه. تمام. هوصل ده بده. تمام. هوصل ده بالايه؟ باللاين. واحده واحده كده الامور بتبدا توضح بشكل كبير جدا جدا جدا. موضوع بسيط جدا يا باشمهندسين. كنترول احسن حاجه فيه انك انت بتقعد تفكر. يعني انا معاك اهو عمال بفكر، انا مش عارف الدايره هتشتغل ولا لا، بس يعني هل هيطلع فيه مشكله ولا لا، هل هيبقى فيه اي حاجه ولا لا. ولكن الفكره كلها ان انا ببدا افكر واحده واحده ازاي احل التاسك بتاعتي، وابدا ارتب المعلومات والاحداث، انا عايز ايه يشتغل قبل ايه وايه يفصل بعد ايه وهكذا. واحده واحده هتلاقي نفسك بعد فتره وصلت لمرحله انك انت خلاص بقيتك ايه؟ قوي في الجزئيه بتاعه الكنترول دي. زي ما قلنا ان هي تبقى جايه من كونتاكتور رقم كام؟ كونتاكتور رقم 3. طيب حلو. طيب انا كنت عايز اعمل ايه؟ انا كنت عايز اعمل اني اللي اسمه ايه ده، ان ده بقى يرجع يشتغل تاني، وبعد كده السيستم ده يرجع يشتغل تاني وهكذا. طيب هنعملها ازاي الكلام ده بقى يا باشمهندسين؟ بكل بساطه انا والله عايزك انت ترجع تشتغل تاني. فيعني ايه ترجع تشتغل تاني؟ يعني هنعمل الاتي. احنا جبنا هنا دي هتبقى من التايمر رقم كام؟ من رقم 2 صح؟ بعد ما ده هيخلص ال10 ثواني ارجع شغل لي الايه؟ الجزئيه دي تاني اللي هو كونتاكتور رقم 1 وكونتاكتور رقم 2. طيب هنيجي احنا بقى عاملين ازاي؟ هنوصل ده كده تمام، وهنوصل دي كده. حلو. وصلناه. بعد ما وصلناهم هنعمل ايه؟ هنوصل ده كده وهنوصل دي كده. وبعد كده فاضل ايه بقى؟ فاضل ان انا، طب ما انا كده ما ربطتش دول ببعض. انا كده بص، انا لو جيت عملت رن بص كده وضغطت ستارت
هيبدا اول 2 موتور شغالين لمده 10 ثواني اهو، وادي بيعد. طيب بعد ما هيخلص عد ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان هما هيفصلوا اهو اهو. بعد كده الاتنين موتور التانيين هيشتغلوا لمدة 10 ثواني، وبعد ال10 ثواني المفروض ان هما يفصلوا. بعد كده يرجع دول يشتغلوا تاني بالظبط كده، بس بالظبط كده. ايوه كده احنا عملنا الايه الابليكيشن بتاعنا. طيب انا كان في حاجه في دماغي، انا كنت عايز اقول ان انا النقطه بتاعه تايمر واحد دي، النقطه بتاعه تايمر واحد تبقى ده جايه منين؟ جايه من هنا، تبقى جايه من هنا كده. ليه؟ علشان تبقى في سكه الايه، في سكه السيستم. طب تعالى نجربها. هو كده السيستم اشتغل تمام اهو، ما فيهوش اي مشكله، السيستم شغال زي الفل اهو. ادي الكهرباء بتيجي جايه، ما هو ده بعد ما خلص فبيخرج، ادي بتيجي ماشيه كده 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 اهو. فالكونتاكتور رقم 3 بيشتغل، كونتاكتور رقم 4 بيشتغل، التايمر بيبدا يعد، وهكذا هنا نفس الكلام. طيب نفصل السيكونس. طيب تعالى نجرب حاجه كمان. قلت لكم قبل كده ان الكنترول ده انت ممكن انت تعمل الدايره بشكل معين، وانا اعمل الدايره بشكل تاني خالص، وانت صح وانا صح. يعني الفكره كلها ان هو ايه، هي ملهاش قاعده ثابته. طيب تعالى نجرب دي. انا كنت عايز اخلي دي في سكه دي، فشوف هيشتغل ولا لا. اهو هعمل ستارت اهو، اول 2 موتور اشتغلوا الايه، هيشتغلوا لمده 10 ثواني عادي اهو. التايمر بيعد، لو بصيت ادي التايمر عمال بيعد اهو، التايمر عمال بيعد اهو. خلصنا ال10 ثواني، الاتنين التانيين دخلوا شغالين برضو لمدة 10 ثواني. تمام، خلصوا رجعوا يشتغلوا تاني. بس هي يعني لو انا كنت جبت النقطة دي جبتها كده كانت صح، جبتها في السكة دي صح، وهما الاتنين صح. اهم حاجة ان الكهرباء تبقى ماشية والسيستم يبقى شغال، بس كده. ده يا باشا حل التاسك بتاعتك. هو اضغط على الستوب يفصل لي الايه، المفروض ان هو يفصل لي الدايره كلها. طيب ازاي بقى؟ انا بضغط ستوب هنا ما فصليش، لا ازاي اهو. انا بعمل ستارت، ضغطت ستوب فصل. ايوه كده، لا هو شغال. فكرت في الاول مش شغال. بضغط ستارت اهو، السيستم شغال اهو. عايز افصل السيستم كله، بضغط ستوب بس. ايوه كده تمام كده. واقفل الرن على الكلام ده. دي كده كل الفكره بتاعت الايه، بتاعت التاسك اللي هي بتاعت المحاضره بتاعت النهارده. ان انا عندي 4 مواتير، عايز اشغل اول 2 لمده 10 ثواني وبعدين يفصلوا، وبعدين الاتنين التانيين يبداوا يشتغلوا لمده 10 ثواني وبعدين يفصلوا، وبعدين السيستم يرجع يشتغل تاني. كل اللي انت بقى هتعمله، او كل المطلوب منك انك انت تعمله في تاسك رقم 2، هو انك انت معاك 4 مواتير برضو، هتشغلهم لمده هتشغل 2 لمده 10 ثواني وبعدين يفصلوا، وبعدين الاثنين التانيين هيشتغلوا لمده 10 ثواني وبعدين يفصلوا، ولكن مش هيرجع السيستم يشتغل تاني. دي كده كل الفكره بتاعه التاسك رقم 2 اللي مطلوب منكم يا باشمهندسين ان انتوا تعملوها، وتبعت لي الفايل بتاع برنامج الاي كي تي اس على الواتساب. مش عايز اطول عليكم في المحاضره اكتر من كده. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وسبسكرايب في القناة عشان خاطر يوصلك كل المحاضرات اللي جاية، وما تنساش برضو تدخل الجروب بتاع القناة على الواتساب اللي بينزل عليه كل الداتا الخاصة بالكورس، واللي هيترفع عليه البرزنتيشن بتاعة الكورس بإذن الله. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.